الراجل تظاهر انه بيعطس علشان يشتت الحراس، وفي اللحظه دي الست طلعت دبوس شعرها وادته لزميلها اللي زحف تحت الماكينه، وفك البراغي ورفع الغطا وسحب الشريحه اللي تساوي ملايين ولزقها على ظهر كارت لاعب ورجع مكانه كأن مفيش حاجه حصلت. بس واحد من الحراس حس ان في حاجه غلط وطلب تفتيش امني. طلب الحارس من جاك يوري له ايده، وجاك كان مخبي الكارت في كف ايده، واثناء التفتيش نقل الكارت بخفه وسرعه علشان يفضل بعيد عن العيون، وحتى بعد تفتيش كامل للجسم ما لقوش حاجه. بعدها جاك عمل حركه جريئه ورمى الكارت في الهواء لزميله، والزميل التقطه بخفه وخباه في كمه وهو بيتفتش، وبميله بسيطه مرر الكارت تحت هدومه من غير ما حد ياخد باله. ولما الست حدت جنبه ساب الكارت ينزل على الارض ويلزق في تحت جزمتها، فعملت نفسها بتتزحلق، ومسكت واحد من الحراس تستند عليه، وفي اللحظه دي خدت الكارت من تحت جزمتها. حاولوا تمرروا بس كل الفريق كان لسه بيتفتش، فخبته بسرعه تحت شعرها، ولما طلب منها تلف نقلته لجوه هدومها وفتشوها بدقه، بس برضه ما لقوش حاجه. وقبل ما يسيبوها تمشي ربط بخفه على ظهر احد الحراس من غير ما يحس انه بقى شايل الكارت. واحد من زملائها كان جنبه واخد منه الكارت بسلاسه وربطه باستك ورفع ايده يستعد للتفتيش، وفي نفس اللحظه زميله شد الاستك فالكارت نزل بسرعه تحت هدومه واستقر في ايده. لكن حارس فجاه لاحظهم وفصل بينهم، واتجمع 3 حراس حواليه وطلبوا منه يستدير، ولما لف ايديه كانت فاضيه. فتشوه تاني وبرضه ما لقوش حاجه، لان الكارت كان مدفون جوه جاكيته ومندمج مع القماش كانه جزء منه. فاضل اخر تحدي، جهاز كشف المعادن. الجهاز هيصفر، بس جاك كان محضر نفسه وحاطط عملات معدنيه في المحفظه علشان تعمل صوت الانذار. اخدوا المحفظه منه وطلبوا يعيد المرور، فعدى من غير مشاكل. دلوقتي الكارت كان مع الراجل الاصلع، ولما جه يعدي جاك طلب محفظته، وفي اللحظه اللي الحارس سلمه فيها المحفظه الراجل الاصلع رمى الكارت من خلال جهاز الكشف، فعدى من غير ما حد ياخد باله. الست التقطته وخبته تحت هدومها واحده واحده، وخرج الفريق من المبنى شايلين الشريحه اللي تساوي مليات الملايين من غير ما حد يشك فيهم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.